يا أهلا بيك. لو الفيديو ده ظهر قدامك دلوقتي فغالبا دي علامة إنك محتاج تفصل شوية، محتاج تهرب من زحمة الأفكار ودوشة اليوم وتدي نفسك ساعة من الهدوء. النهاردة مش جاي أحكي لك مجرد قصص، أنا جاي أشاركك رحلة كاملة جمعت لك فيها خلاصة أكتر من 20 حكاية ما بين حكمة العجوز والشاب اللي هتخليك تعيد نظر في حاجات كتير في حياتك، وما بين دروس هتلمس قلبك وعقلك وتدلك على الطريق. في الساعة اللي جاية دي مش بس هنسمع حكايات، أنا هكون معاك بين كل قصة والتانية، ندردش سوا في أسرارها ونحلل المواقف اللي بنمر بيها كل يوم بس مش بناخد بالنا منها، عشان نطلع من الساعة دي وإحنا أرقى وأهدى وأقوى. اجهز، صفي ذهنك تماما، ويلا بينا نبدأ أول حكاية. عارف ايه اللي بيضيع العمر اكتر من الفشل؟ هو انك تستنى اللحظه المناسبه عشان تبدا. اسمع الحكايه دي. شاب نزل يصطاد ومعاه احسن صناره، وكل ما يشبك في صنارته سمكه حلوه يرميها تاني ويقول لا دي مش كبيره كفايه، انا مستني سمكه ملوكي تليق بمقامي. فضل يرفض الرزق المضمون وعينه على حلم لسه ما جاش. الشمس بدات تغيب، البحر هدي خالص ومبقاش فيه ولا سمكه بتعدي. الشاب وقف بمركبه في نص الميه وحيد وجعان وصنارته فاضيه، وفجاه عدى عليه صياد عجوز بمركب بسيطه، ومركبه مليان سمك صغير ومتوسط بس شكله شبعان ومرتاح. الشاب ساله ازاي رضيت بالسمك الصغير ده؟ العجوز بص له وقال له يا ابني اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش، والرزق اللي بترفضه النهارده ممكن بكره ما تلاقوش. الشاطر اللي يملى مركبه باللي موجود، مش اللي يقضي عمره مستني اللي مش موجود. ابدأ باللي في ايدك احسن ما تقعد تحلم باللي في الغيب وتصحى تلاقي نفسك جعان وجيبك فاضي. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بالذات ليها جوانب كتير. أولا بتخلينا نبص إن إحنا ما نبقاش طماعين، وإن إحنا نرضى باللي بيجي لنا دلوقتي عشان ما ننامش جعانين، زي ما العجوز قال بالظبط للشاب. الشاب الصياد كان بيفكر إنه لما يرمي السمك الصغير والمتوسط هيجيله سمكة كبيرة هو كان بيحلم بيها، بس مش كل حاجة بنتمناها بتحصل. وهنا العجوز اداله درس عمره ما هينساه. ومش العجوز بس، كمان الزمن بيدينا دروس كتير قوي إننا نتعلم منها. اليوم ده الشاب روح جعان، بس تاني يوم اتعلم الدرس وبدأ يرضى باللي ربنا كتبه له، ومن يوميها ما بقاش بينام جعان وبقى بيفكر صح في كل خطوة بيعملها. الدرس ده ملوش علاقة بالصيد، ليه علاقة بالرضا، إنك تكون راضي وما تبقاش طماع. ودلوقتي مع الحكاية التانية. لسه فاكر ان الناس بتشوف بعينيها؟ تبقى غلطان، الناس بتشوف بخيالها. احيانا الخبره بتتغلب على الموهبه. طب اسمع الحكايه دي. رسام شاب عبقري رسم لوحه فيها تفاصيل الحياه، الوان تهبل، دقه تخوف. تحدى استاذه العجوز وقال له خلاص زمنك ولا انا برسم الواقع احسن منك. العجوز بص له بهدوء وقال له الواقع ممل يا ابني، بكره نعرض لوحاتنا والناس هي اللي تحكم. يوم العرض الشاب عرض لوحته والناس انبهرت بدقته وبالتفاصيل، لكن العجوز عرض برواز فخم جدا في وسطه قماشه بيضاء فاضيه كتب تحتها هنا لوحه لا يراها الا اصحاب القلوب الصافيه والخيال الواسع. الناس سابت لوحه الشاب وقفت قدام لوحه العجوز، وكل واحد بدا يوصف جمال التفاصيل اللي هو رسمها في خياله. الشاب اتجنن وقال له دي ورقه فاضيه. العجوز قال له الموهبه رسمت اللي انت شايفه، لكن الخبره خلتهم يرسموا اللي هم عايزين يشوفوه. خيال الناس اقوى من اي ريشه. الحكمه الشاطر مش اللي يبهر عين الناس، الشاطر اللي يملك خيالهم. سلام يا صاحبي. الحكاية دي مش خيالية، الحكاية دي واقعية 100%، وبتحصل معانا يوميا. فكر شوية كده، لو فكرت فيها هتعرف إن العجوز هنا استخدم أسلوب تسويقي بيحصل معانا يوميا. كم مرة حد بيبيع منتج انت حاسس انه ملوش اي قيمة بس بيطلع ترند وبيضرب. المنتج ده بيتباع عشان عبقرية المسوق، هو استخدم اسلوب انه يطلع المنتج ده ترند. العجوز هنا استخدم حيلة ذكية قوي، لوحة لا يراها الا اصحاب القلوب الصافية والخيال الواسع. هنا هو ساب لكل واحد بيتفرج على اللوحة دي
إن يرسم فيها خياله. لو فكرت فيها هتلاقي إن معظم الناس اللي حتى مش فاهمة حاجة بس شايفين ناس تانية كانت واقفة وبتتفرج على اللوحة باهتمام. كل واحد بيقول أكيد هو يقصد بيها حاجة أنا مش فاهمها، بس أنا لازم أكون هنا واقف في المكان ده عشان الناس تقول عليا بفهم. كم مرة أنت عملت كده من غير ما تاخد بالك؟ رحت اشتريت حاجة عشان هتطلع ترند، عشان تبقى زيك زي غيرك. دي حيلة تسويقية تبين لك الفرق بين الخبرة والموهبة. وهنروح بعيد ليه؟ لما بتيجي تقدم في أي وظيفة بيقول لك إيه؟ يشترط الخبرة، كلمة بنسمعها كتير قوي. حتى في الكورة يقول لك اللعيب ده عنده خبرة. ودلوقتي أسيبك مع الحكاية الجاية. فاكر انك لما تموت نفسك في التفاصيل الصغيرة الناس هتشيلك فوق الراس؟ طيب تعرف انك ممكن تكون بتبوظ الحاجة بالتفاصيل الزيادة. اسمع الحكاية دي. ساعاتي شاب جاله عرض يصمم ساعة القصر الملكي، قعد شهور ينحت في التروس الداخلية بزخارف محدش هيشوفها غير بمكبر، كان بيسهر للفجر ويقول دي المثالية اللي هتبهر الناس كلها. نسي ان الساعة مكانها فوق بعيد جدا عن عين الناس. يوم الافتتاح الشاب وقف مستني الانبهار، بس الناس كانت واقفة بتبص بصة سريعة عشان تعرف الوقت وتمشي. مجهود شهور اتداس عليه، وقف حزين لحد ما جاله راجل عجوز كان هو ساعات القصر القديم وقال له مالك. الشاب قال له محدش شاف تعبي. العجوز ابتسم وقال له لانك عملت اللي يرضيك انت مش اللي يخدم الناس. الاهتمام بالتفاصيل الزياده اللي محدش هيشوفها هو تضييع للعمر. الشاطر اللي يعرف يحط مجهوده في المكان اللي يبان. ما تضيعش طاقتك في تلوين ظهر اللوحه عشان محدش هيلفها يتفرج عليها. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بالذات بتلمسنا كلنا. كم مرة اهتميت بتفاصيل الحاجة ومحدش شاف تعبك؟ كم مرة تعبت في الشغل ومديرك مخدش باله؟ كم مرة عملت عشان خاطر حد والحد ده حتى مقالكش شكرا؟ الشاب هنا تعب قوي في التفاصيل، وفي الآخر الناس كانت بتبص على الساعة تعرف الوقت وتمشي على طول. أحيانا نظرة الناس بتكون سطحية للحاجة، مش زي نظرتك انت. وده يعلمنا الدرس اللي قاله العجوز: الناس بتشوف اللي هي عايزة تشوفه بس، وإن إحنا كمان بنفكر باللي إحنا عايزين نشوفه مش باللي الناس عايزة تشوفه. مديرك لما بيطلب منك شغل وانت بتهتم بالتفاصيل، هو بيبقى عايز النتيجة مش عايز التفاصيل. من الآخر، لما تيجي تتعب نفسك في حاجة فكر صح، اعمل الحاجة المظبوطة وما تتعبش نفسك في التفاصيل اللي محدش ممكن يشوفها. مع الخبرة هتتعلم ازاي تعمل الحاجة من غير ما تتعب نفسك في تفاصيل محدش هيشوفها. ودلوقتي هسيبك مع الحكاية اللي جاية. عارف الفرق بين اللي عارف واللي بيبين انه عارف؟ ان الاول بيسمع عشان يفهم، التاني بيتكلم عشان يتشاف. اسمع الحكايه دي. كان في شاب لسانه حلو، كلامه متزوق ومنمق، الناس كانت بتتلم حواليه وتصدق اي حاجه يقولها. كان في راجل عجوز حكيم دايما كان بيحاول ينصحه. الشاب كان بيسخر منه ويقول له انا فاهم كل حاجه وعارف انا بقول ايه. كان بيحب يتكلم اكتر ما يسمع وفاكر انه بيمتلك الدنيا بلسانه بس. في يوم القريه كانت بتركب ساقيه، الناس سالوه نركب الترس الاساسي في انهي اتجاه. الشاب بكل ثقه قال يمين طبعا. العجوز همس له يا ابني الترس لازم يركب شمال عشان يلقط الميه. الشاب سخر منه وقال يمين يا رجاله اتوكلوا على الله. اول ما الميه لمست الساقيه الترس لف عكس وكسر قلب الساقيه كلها. الناس وقفت مذهوله وسط الخساره. العجوز بص له والناس ساكته وقال له اسمع واتعلم يا ابني، حتى لو شايف اللي قدامك اقل منك اللي بيملى ودنه بالحكمه بيفضل لسانه تقيل وقت الشده. انت كنت مشغول بالابهار ونسيت ان النجاح التفاصيل اللي سخرت منها. بطل تتكلم عشان تبهر واسمع عشان تفهم. اللي بيسمع كتير بيتعلم كتير وبيفهم اكتر. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بالذات بتمثل ناس كتير قوي بنشوفهم في حياتنا اليومية. صاحبك الفهلوي اللي بيفتي في كل حاجة، وزميلك في الشغل اللي ما بيعرفش يقول كلمة مش عارف. بس المشكلة إن الشاب هنا اتسبب في خسارة كبيرة قوي لقرية كاملة كان هدفهم وحلمهم يركبوا حتة ساقية. العجوز حب ينبهه قبل ما الكارثة تحصل، بس للأسف مش هنلاقي ده في حياتنا. الشخص اللي بيحاول ينبهنا قبل ما المصيبة تحصل. الشاب فضل مصمم على رأيه، وفي الآخر القرية كلها خسرت، مش هو بس. وده درس
قاسي للقرية كلها، وقاسي جدا على الشاب نفسه اللي بيفتي وبيقول دايما كلمة أنا عارف كل حاجة. في الآخر بيخسر كتير قوي. المرة دي الشاب خسر سمعته، وخسر اسمه، وخسر كل حاجة. خسر نظرة الناس ليه، خسر ثقة أهل القرية اللي بنوها معاه. والعجوز علمه درس عمره ما هينساه. لو كان بس لحظة سمع كلام العجوز أو فكر بعقله إن مش دايما هكون عارف كل حاجة. خلي بالك في حياتك ما تبقاش زي ده. وممكن تعمل حركة حلوة قوي، ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيفتي، اللي ما بيعرفش يقول كلمة مش عارف. ودلوقتي هسيبك للحكاية اللي جاية. عارف ايه اللي مأخرك ومخليك فاضي من جوه؟ انك بتهتم بآراء الناس اكتر من اللي جواك ومن رأيك في نفسك. اسمع الحكاية دي. كان في شاب عنده بستان، كل ما وردة تفتح وتزهر يروح قاطعها فورا ومعلقها على السور من بره عشان الناس اللي ماشية تنبهر وتقول يا سلام على جمال ورده. الشاب كان بيطير من الفرحة بكلمة إعجاب، وفضل يقطع ويعلق يقطع ويعلق لحد ما في يوم عدى عليه راجل عجوز حكيم وقف قدام السور المليان ورد دبلان وسأله ممكن أتفرج على بستانك من جوه؟ لما دخل اتصدم. الأرض كانت بور حرفيا فاضية تماما، ما فيهاش ريحة الورد ولا ظل الشجر. العجوز بص له بحزن وقال له انت زرعت ورد حلو قوي عشان تبهر بيه اللي بره، بس بستانك من جوه فاضي. لو كنت زرعت لنفسك وسبت الورد في أرضه كان زمان بستانك جنة النهارده. بطل تعمل كل حاجة عشان لقطة وابهر الناس. ازرع جوه نفسك، ابني كيانك بعيد عن العين عشان لما الزحمة اللي على السور تمشي تلاقي بستانك الحقيقي يضلل عليك. بطل منظرة وازرع جواه. سلام يا صاحبي. الحكاية دي قاسية جدا، لأنها بتمثلنا كلنا. كلنا بنعمل الحاجة دي ومش واخدين بالنا. بنزرع عشان الناس تشوف اللي احنا زرعناه، مش بنبني نفسنا ومش بنزرع في بستاننا. الشاب هنا غلط غلطة كبيرة قوي. كان بيزرع وبيقطع الورد يعلقه على السور عشان الناس تبص عليه. ولما العجوز دخل لقى البستان فاضي تماما من جوه. البستان هنا كان بيمثل الشاب نفسه، بيطلع كل حاجة يظهرها للناس، لكن ما كانش بيبني في نفسه، فبقى هو فاضي من جوه. المشكلة ما كانتش عمرها في البستان ولا في الورد، المشكلة كانت دايما في طريقة تفكيرنا. العجوز قال له كلمة حلوة قوي، قال له ازرع جواك. لما تيجي تعمل أي حاجة فكر الأول إنك تعمل لنفسك وتبني شخصيتك وتنمي مهاراتك، مش تعمل الحاجة عشان الناس تنبهر بيها. علم نفسك عشان محدش يعلم عليك. ودلوقتي أسيبك مع الحكاية اللي جاية. فاكر انك لما تسمع الكلام كويس يبقى كده خلاص فهمت؟ طب هل مجرد السماع يخليك تتعلم بجد ولا في فرق كبير؟ اسمع الحكايه دي. كان في اب بيعلم ابنه النجاره. الابن كان بيسمع كل كلمه بيقولها الاب بحماس ويهز راسه بالموافقه، لكن الاب كان دايما يقول له يا ابني الودن بتسمع لكن الايد هي اللي بتتعلم. مره الاب خلاه يعمل كرسي. الابن قعد يسمع الشرح ولما جه يشتغل الكرسي طلع بايظ ومش متين، وساعتها الاب ضحك وقال له سمعتني كويس بس ايدك لسه ما اتعلمتش، لازم تشتغل 1000 مرة عشان تحسها بجد. الحكمة إن التعلم الحقيقي مش بيجي من ودنك بس، لازم إيدك تتعب وتغلط وتصلح عشان المعلومة تثبت جواك وتتحول لخبرة. السمع مجرد بداية لكن الممارسة هي طريق الإتقان. افهم بودانك وتعلم بإيدك. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بالذات درس كبير قوي لينا. في فرق كبير من إننا نسمع حاجة وإننا نكون بنعرف نعملها. لما بتيجي تتعلم أي حاجة في حياتك تاخدها نظري كده بطريقة سطحية، تيجي للحياة العملية تلاقي الموضوع مختلف تماما. لما بتتعلم وتروح تشتغل بتلاقي الحياة العملية مختلفة تماما عن اللي انت اتعلمته في الكتب. لما يجي حد يحكي لك حدوتة أو موقف حصل معاه انت بس بتسمع لكن ما عشتش الموقف بنفسك. الفكرة هنا انك تتعلم بإيدك وتطبق بنفسك اللي انت اتعلمته عشان التعليم يتحول لخبرة. الشاب هنا كان صغير والعجوز كان أب، فالحكاية دي تعدي عادي. إنما اللي مش بيعدي عادي هو إحنا. لما تكون كبير ولسه مش عارف الفرق بين إنك تتعلم بإيدك أو تسمع بس. المشكلة إن العمر
مش بيدي فترة سماح. ودلوقتي أسيبك مع الحكاية اللي جاية. عايز تعرف قيمتك الحقيقية يبقى لازم تروح للمكان الصح. اسمع الحكاية دي. واحد ساب لابنه خاتم قديم ومصدي وقال له خده بيعه في سوق الجمعة. الولد راح وقال له يا بابا ده جاب 20 جنيه بالعافية. قال له طب روح بيه لمحل مجوهرات كده. الولد رجع وعينه بتلمع وقال له يا بابا ده الصايغ قال لي ده ألماظ ويسوى مبالغ كبيرة. الأب قال له يا ابني قيمتك ما اتغيرتش، اللي اتغير هو المكان. لو الناس استهونت بيك أو ما قدرتش تعبك ما تزعلش، انت بس واقف في المكان الغلط وسط ناس مش فاهمه قيمتك. انت الخاتم، ما تحاولش تثبت قيمتك لحد، روح للي يقدرك ومن غير مجهود. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقى حصلت معنا كلنا تقريبا. كم مرة كنت واقف في المكان الغلط؟ كم مرة حطيت نفسك في مكان مقدركش؟ كم مرة ضيعت وقتك مع حد مش بيقدر قيمتك؟ الخاتم هنا هو إحنا، بيمثلنا كلنا. لما راح يبيعه في سوق قال له رقم قليل قوي، ولما راح يبيعه في محل مجوهرات عرف قيمته الحقيقية. هنا الشاب كان بيتعلم، والعجوز كان أب كان بيعلم ابنه إنه يكون موجود في المكان اللي يناسبه. قيمتك الحقيقية عمرها ما هتبان غير في المكان الصح. وانت دلوقتي اللي بتسمعني أكيد مريت بالتجربة دي. كم مرة اتحطيت في مكان ما كنتش متقدر؟ ممكن تكتب لنا في التعليقات، واسيبك مع الحكاية اللي جاية. اللي جنبنا بس الختم على الوصل مش واضح. تعالى معايا يا ابني نخليه يختمه تاني. وخرج بره. الشاب مشي وراه وهو مش فاهم حاجة. وأول ما خرجوا بره العجوز حط الوصل والخاتم في إيد الشاب وقال له خد حاجتك وامشي. الشاب وقف مذهول وقال له انت عرفت ازاي وليه عملت كده؟ العجوز بص له بوقار وقال له عشان انت فاكر نفسك اشطر من الكل، بس الحقيقه انك لسه عندك رصيد ساتر حافظ عليه. الشاب رد رصيد ساتر؟ انا سمعت الكلمه دي قبل كده. العجوز قال له سمعتها عشان ربنا بيبعت لك اشارات، والستر يا ابني مش شطاره، دي فرصه تراجع نفسك. ساعات بنفتكر ان احنا جامدين بس الحقيقه اننا مستورين، وكرم ربنا هو اللي ساتر العيوب. الستر غالي، المره الجايه مش مضمونه. سلام يا صاحبي. الحكاية دي صعبة قوي، ولولا العجوز كان زمان الشاب اتحبس. رصيد الستر مش مجرد كلام، رصيد الستر حاجة كبيرة قوي. كام مرة حصل معاك موقف وربنا سترك وعدت على خير؟ المشكلة إن ساعات بنشوف نفسنا شاطرين بزيادة. مش لازم تبقى نصاب أو حرامي عشان الحكاية دي تبقى مناسبة ليك. الحكاية دي بتحصل معانا كلنا. رصيد الستر ملوش علاقة بالنصب، رصيد الستر ليه علاقة بينا كلنا. كام مرة حاولت تعمل شغل وعملته مش مظبوط قوي وربنا سترها؟ كان المطلوب منك تتعلم أكتر. كام مرة جيت تحاول تعدي الطريق وكانت عربية تخبطك وربنا سترها معاك؟ هنا ربنا بيعلمك درس. رصيد الستر موجود، بس انت محتاج تفكر فيه وتخليك دايما منتبه، لأن في يوم رصيد الستر هيخلص، واللي انت بتعمله الناس كلها هتشوفه. اكتب لنا في التعليقات ايه الموقف اللي حصل معاك وكانت نهاية العالم بس لولا ستر ربنا عدت على خير. ودلوقتي هسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك من كتر الضغط اللي عندك حملت على نفسك فوق طاقتها واستعجلت الرزق؟ طيب تعرف انك بالاستعجال ده ممكن تكسر الحاجه اللي سنداك. اسمع الحكايه دي. شاب شقيان وعنده عربيه نقل واقف في مخزن بضاعه ومضغوط جدا عشان يسدد قسط متاخر عليه. عمال يزعق للعمال زود زود، انا عايز اخلص النقله دي مره واحده واخد حساب الضعف. الغفير العجوز قرب منه وقال له بلاش يا ابني، الحمل زياده والعربيه مش هتتحمل. الصبر حلو والرزق هيجي. الشاب رد عليه ده رزق وجالي وانا محتاج دلوقتي قبل بكره. بمجرد ما الشاب داس بنزين وبدا يتحرك العربيه اتهزت وصندوق وقع على الارض اتكسر. الشاب نزل من العربيه مصدوم، الدنيا اسودت في عينيه وبقى عليه قسط وتمن الصندوق اللي اتكسر. العجوز قرب منه وقال له شفت يا ابني، انت استعجلت الرزق فخسرت عشان ما صبرتش. وقال له ما تخافش، الصندوق مقدور عليه، بس استعجالك ده هو اللي هيخسرك كتير. ما تخافش، من بكره ربنا هيبعت لك رزقك بس في اوانه. لما تضيق بيك الدنيا بلاش تحمل زياده عشان تخلص بسرعه، لان الرزق اللي بتجري وراه بالاستعجال ممكن يقع منك ويتكسر. اصبر على رزقك. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقى مهمة قوي ولازم تركز فيها كويس قوي. لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت.
رزقك هيجيلك، بس ما تستعجلوش. ربنا بيرزقك مش على قد اجتهادك وتعبك. عمر ما كان السعي بيوازي الرزق. ربنا بيرزق الناس كلها. ربنا كاتب لك رزق هتاخده. استعجلته ما استعجلتوش، حاولت ما حاولتش، سعيت ما سعيتش، هتاخد رزقك اللي ربنا كاتبه لك. الشاب اتصرف غلط، ضغط على نفسه زيادة عن اللزوم، وحمل العربية بزيادة أكتر من غير ما يفكر في لحظة إن ممكن اللي هو بيعمله ده يوصله لكارثة. ربنا سترها معاه إن صندوق وقع. العجوز قال له الصندوق مقدور عليه، بس اللي مش مقدور عليه هو استعجالك للرزق في العموم. خليك واثق إن رزقك هيجيلك وما تستعجلوش. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي دايما بيستعجل الرزق، وسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد عايز ياخد حق مش حقه؟ طب عارف اللي بيفرض نفسه على الناس نهايته ايه؟ اسمع الحكاية دي. شاب رسام موهوب جدا شاف راجل عجوز قاعد في حديقة عامة، فقرر يرسمه من بعيد بكل تفاصيله، وبعد ما خلص راح للعجوز بفخر واداله اللوحة. العجوز انبهر بدقة الرسمة وابتسم، لكن الشاب فاجئه وقال له عاوز تمن اللوحة. العجوز استغرب وابتسم بهدوء، فتح شنطته وطلع تفاحة واداها له وقال له ده تمن اللوحة. الشاب اتضايق وقال له انت كده بتفرض عليا حاجة انا مش عايزها. العجوز بص له بنظرة حكيمة وقال ما هو ده اللي انت عملته بالظبط، انت فرضت فنك عليا، مستني مني ادفع تمن حاجه ما عملتش حسابها. الشاب سكت من الكسوف. العجوز قال له ما تفرضش نفسك على حد، الموهوب بجد هو اللي الناس بتجيله. وراح واخد اللوحه وحطها جنبه بوضوح. الناس اللي ماشيه في الجنينه شافوا اللوحه وانبهروا وبداوا يتجمعوا ويطلبوا من الشاب يرسمهم بجد. العجوز بص للشاب وقال له الشطاره مش انك تبيع فنك بالعافيه، الشطارة تخلي فنك هو اللي بيبيع نفسه. اللي بيفرض نفسه بيترفض، واللي بيثبت قيمته بيتقدر. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بالذات عبقرية جدا، والعجوز هنا كان ذكي. علم الشاب درس عمره ما هينساه. كم مرة قابلت فيها الرسام ده؟ لو الإجابة كانت لأ، فتعال فكرك. كم مرة قابلت فيها حد بيبيع لك خدمة أنت أصلا مش عايزها؟ كم مرة حد فرض عليك خدمته وأنت ما طلبتهاش؟ كم مرة شفت حد بيخترع وظيفة ملهاش أي لازمة؟ بس عارف الفرق إيه؟ إن الشاب كان موهوب. في ناس تانية كتير بنقابلهم في حياتنا مش موهوبين وما بيبيعوش خدمة حقيقية. العجوز هنا كان ذكي جدا. بتبيع لي لوحة أنا ما طلبتهاش، خد مقابلها حاجة أنت ما طلبتهاش. الفكرة في المبدأ. فكر بدماغ العجوز وتعامل مع الناس بالطريقة دي. لما يجي حد يفرض عليك خدمة انت محتاجتهاش وما طلبتهاش، اديله حاجة في المقابل هو ما طلبهاش وشوف رد فعله. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. هدفنا نوصل لناس كتير عشان نقدر نكمل. واسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد بيحاول يبقى نسخة من حد تاني؟ طيب تعرف انك لو لبست لبس حد وهو ضيق عليك هيفضل خانقك طول عمرك. اسمع الحكاية دي. شاب شيك جدا ومهتم بالمظاهر دخل لمحل خياط عجوز وقال له انا عايز تفصل لي بدلة تبقى نسخة طبق الاصل من بدلة فلان المشهور، عاوز ابقى زيه بالظبط. العجوز بص له بهدوء. يا ابني كل جسم وليه مقاس. الشاب صمم وقال له ماليش دعوة، اعمل اللي بقول لك عليه. بعد كام يوم الشاب راح يستلم البدلة، ولما لبسها لقاها صورة طبق الاصل بس ضيقة جدا وخنقاه لدرجة إنه مش قادر يتنفس. زعق للعجوز وقال له البدلة بتخنقني، أنا مش عارف أتنفس. العجوز بص له بابتسامة وقال له يا ابني البدلة دي مقاس صاحبها مش مقاسك أنت، وأنت اللي اخترت تلبس حياة غيرك فاستحمل خنقتها. التقليد مش شطارة، التقليد سجن. النسخة الأصلية هي اللي هتعيش، والنسخة التقليد هي اللي هتخنقك. كون نفسك عشان نفسك هي الوحيدة اللي هتريحك. ما تلبس مقاس غيرك عشان هيفضل خانقك طول عمرك. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقى كلنا بنعملها ومحدش واخد باله. كام مرة حاولت تقلد فيها حد؟ لو الإجابة كانت لأ، تعال أفكرك. كام مرة شفت حد بيعمل إعلان لأكلة شكلها عجبك ورد فعله خلاك تروح تشتريها، وفي الآخر لما جربتها لقيتها وحشة جدا أو مش مناسبة ليك؟ طيب كام مرة شفت حاجة شكلها عجبك على حد ولما جيت تجربها على نفسك ما عجبتكش؟ زي ما الشاب عمل بالظبط.
راح يجيب بدلة مقاس غيره مش مقاسه هو. العجوز حب يعلمه درس، عمل له البدلة مقاس صاحبها مش مقاسه هو. لما لبسها خنقته جدا، وهنا خسر كتير. بس على فكرة، التقليد مش عيب، المشكلة إن إحنا منقلدش حد في حاجة غلط. ممكن نقلد حد بيعمل حاجة صح ونلبس مقاسنا إحنا. مش كل حاجة حد بيعملها هتكون مناسبة لينا إحنا. حاول تكون نفسك، وسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد تايه في ردود أفعال الناس ومش فاهم ليه بيتعاملوا معاه كده؟ طيب تعرف إنك لو حطيت نفسك مكان الناس دي هتحل نص مشاكلك. اسمع الحكاية دي. شاب كان حزين جدا، القط بتاعه ضاع وقلب الدنيا عليه. وهو بيدور في الشارع شاف راجل عجوز. ما شفتش قطة ضاعت هنا؟ العجوز بص له بابتسامة وقال له: يا ابني لو عايز تلاقيها فكر لو انت قطة هتروح فين؟ الشاب ضحك بسخرية وقال له: انت بتقول ايه؟ انت بتهزر، انا انسان مش قطة. العجوز ضحك وقال له: أنا مش بهزر، لو فكرت بالمبدأ ده في حياتك هترتاح. قبل ما تسأل هي راحت فين فكر هي بتخاف من إيه وبتحب إيه وإيه اللي ممكن يشدها في الشارع ده. الشاب سكت وبدأ يفكر، وفعلا راح عند ركن ضلمة وهادي لقى القطة مستخبية هناك من الزحمة. رجع للعجوز مبهور، فالعجوز قال له: قبل ما تفكر اللي قدامك رد فعله إيه أو هيعمل إيه معاك، حط نفسك مكانه وشوف العالم بعينيه مش بعينيك أنت. ساعتها بس هتعرف توصل له. إحنا بنخسر ناس كتير وبنضيع وقتنا عشان بنفكر بعقولنا إحنا. لو عايز تكسب أي حد انزل من على كرسيك واقعد مكانه، هتفهم الحكاية. شوف العالم بعينيهم عشان تعرف مكانك فين بالظبط. سلام يا صاحبي. الحكاية دي حلوة قوي. لو فكرنا بدماغ الناس هنشوف الحقيقة كاملة. فكر فيها كده. كام مرة استغربت رد فعل حد تجاه موقف معين، انت كنت فاكر انه هيديك رد فعل مختلف تماما. طيب كام مرة عرضت فيها على حد حاجة بتعجبك انت ولقيتها ما عجبتوش؟ مشكلتنا دايما ان احنا بنفكر بنظرتنا احنا بس، لكن لو للحظة حطينا نفسنا مكان الناس الرؤية هتبقى مختلفة تماما، وهنشوف الموضوع من زاوية تانية. العجوز علم الشاب درس حلو قوي بطريقة لطيفة جدا. لو انت قطة هتروح فين؟ وفعلا لما فكر بنفس المبدأ، لو هو قطة هيروح فين؟ لو احنا فكرنا بنفس المبدأ ده في حياتنا عموما وفي تعاملنا مع الناس هنرتاح كتير. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد ماشي وتعبان في حياته مع إن إيده فاضية ومش شايل أي حمل؟ طيب تعرف إن الوجع اللي جوه دماغك أتقل بكتير من أي حمل ممكن تشيله على ظهرك؟ اسمع الحكاية دي. شاب كان دايما حاسس إنه مضغوط ومهموم، راح يشتكي لراجل عجوز. العجوز اداله كوباية مية وقال له: امسك الكوباية دي وخليك رافع ايدك لفوق. الشاب مسك الكوباية وهو مستغرب، وبعد دقيقتين العجوز سأله: حاسس بإيه؟ الشاب قال له: ولا حاجة، خفيفة. العجوز قال له: خليك شايلها ساعة كمان. بعد ساعة الشاب قال له: ايدي نملت ووجعاني جدا، انا مش قادر افضل شايلها اكتر من كده. العجوز بص له بهدوء وقال له: يا ابني وزن الكوباية ما اتغيرش، بس كل ما زاد الوقت كل ما بقت اتقل على قلبك. الهموم زي الكوباية دي، لو شلتها دقيقة هتعدي، لو شلتها يوم هتكسر ظهرك. المشاكل مش هي اللي بتكسرنا، التفكير فيها هو اللي بيخلص علينا. اتعلم امتى تسيب الحمل من ايدك قبل ما ايدك هي اللي تسيبك. نزل الحمل عشان تعرف تمشي. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقى فيها حكمة حلوة قوي. الهموم تقيلة لو فضلنا شايلينها وقت كبير، والعجوز قالها بطريقة حلوة قوي ومثلها في كوباية المية اللي اداها للشاب عشان يشيلها. الكوباية خفيفة لو فضلنا شايلينها وقت قليل، إنما لما مسكها وفضل رافعها وقت طويل إيديه بدأت تتعب. وإداله مثال حلو قوي وبسيط وسهل. الهموم زي كوباية المية، هتفضل شايلها كتير هتتعب. وطبعا كلنا بنمثل الشاب ده، عشان كده الحكاية دي كانت بتلمسنا كلنا. ودلوقتي هسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد كان بيعمل الجميل بزيادة ولما تعب وقصر مرة واحدة بس الناس نسيت جدعنته؟ طيب تعرف انك لما بتعود الناس على كرمك بيتحول في عيونهم من فضل لواجب؟ طب اسمع الحكاية دي. شاب محترم جدا كان دايما بينزل من بيته الصبح ينظف قدام بابه، ومن جدعنته كان بينظف قدام بيوت جيرانه. في الأول الكل كان بيشكره وبيدعي له، مع الوقت الكلام قل ومحدش فكر حتى انه ينظف معاه او يساعده.
في يوم الشاب ده تعب وقعد في البيت فترة. الجيران بدل ما يطمنوا عليه بدأوا يتضايقوا ويتكلموا إن الشارع ما بقاش نظيف زي الأول. جاره العجوز دخل يزوره. الشاب قال له بحزن: محدش سأل عليا وأنا تعبان، وكمان سامعهم متضايقين إن المكان ما بقاش نظيف زي الأول. العجوز بص له وقال له: يا ابني أنت اللي عودتهم إن نظافة بيوتهم مسؤوليتك أنت مش مسؤوليتهم هم. ده اللي بيسموه يا ابني الحق المكتسب. الناس لما بتتعود على العطاء بتموت جواها صفة الامتنان، وبتبدأ تشوف فضلك وكأنه وظيفة انت متعين فيها. لما تزيد في العطاء الناس بتنسى ان ده كرم وبتفتكره حق مكتسب. ارسم حدود لجدعنتك عشان لما تغيب يفتقدوك مش يلوموك. ما تعودش حد ان فضلك فرض عشان ما تندمش في يوم من الايام. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقى حصلت لنا كلنا وتقريبا بنشوفها كل يوم، وكلنا كنا مكان الشاب ده. الحق المكتسب مشكلة كبيرة قوي بنواجهها كلنا. لما تعمل حاجة حلوة للناس وانت مش مجبر عليها وكمان مش ملزم بيها، والناس تعتبرها حق مكتسب ويطالبوك بيها كل مرة انك تعملها. الصفة دي احيانا بتعرف الناس قيمتنا، بس احيانا كتير بتأذينا احنا لانهم بيطالبونا بيها وبينسوا قيمتنا الحقيقية. وعشان كده احنا محتاجين نوازن الامور، نعمل اللي علينا وما نقصرش في حق الناس، وفي نفس الوقت ما نقصرش في حق نفسنا. زي بالظبط ما العجوز قال له: عشان الناس يفتقدوك مش يلوموك. ودلوقتي هسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد معاه نعم كتير بس دايما عينه على اللي في ايد غيره؟ طيب تعرف انك ممكن تكون عايش في الجنة وانت مش دريان؟ طب اسمع الحكاية دي. شاب موظف حاله مستور راح يشتكي لراجل عجوز وهو مخنوق وقال له: انا زهقت، ساكن في شقة متوسطة وبمشي في الزحمة وبشوف ناس تانية راكبين احدث عربيات وعايشين في فيلل وقصور. انا ليه ماليش نصيب في السعادة دي؟ العجوز بصله وسحب ورقة وقلم وقال له: حقك يا ابني، تعالى نكتب إعلان نبيع فيه حياتك لشخص تاني ونبدل معاه عشان تروح تدور على الفلل. الشاب بدأ يمليه وهو مستهتر. قال له: اكتب عندك شقة في منطقة متوسطة، صحة كويسة بتمشى بيها على رجلي، وظيفة ثابتة بتدخل قرشين يعني بس حلال، وعيلة بتلم معاهم آخر النهار. العجوز لما خلص رفع الورقة ونادى بصوت عالي كأنه في مزاد: يا جماعة، مين يشتري حياة كاملة، صحة وستر وسكن وأمان؟ مين يبدل حياته التعبانة بالجنة دي؟ الشاب اتخض وقال له: انت بتقول ايه؟ دي حياتي انا. العجوز ابتسم وقال له: يا ابني انت بصيت للي في ايد غيرك فعميت عن اللي في ايدك. الورقة دي في عيون اللي اقل منك حلم بعيد قوي، زي ما في اللي احسن منك في ناس تانية يتمنوا ربع اللي انت مستهتر بيه. ارضى بنعمتك عشان ما تضيعش منك وانت باصص لغيرك. السعادة مش إنك تمتلك أكتر، السعادة إنك تعرف قيمة اللي معاك. لو فضلت باصص للي فوق عمرك ما هتشبع، ولو بصيت للي تحت هتعرف إنك ملك. بص تحت رجلك هتلاقي الجنة. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقى بتعرفنا حاجة احنا كنا غفلانين عنها: نعم ربنا وفضله علينا. كام مرة ضاقت بيك وافتكرت إنك ما بتمتلكش حاجة، وبصيت لغيرك وشايفه إن هو أحسن منك، وما فكرتش في مرة تبص للي أقل منك إنه بيتمنى يوصل لربع اللي انت فيه. بس ما تقلقش، كلنا عدينا بالفترة دي. هات ورقة وقلم واعمل زي ما العجوز عمل بالظبط. اكتب كل حاجة انت بتمتلكها وكل حاجة حسيت إن ربنا مديها لك كنعمة. هتلاقيهم كتير قوي يمكن احنا مش حاسين بيها. وقول لنا في التعليقات: موافق تبيع حياتك أو تبدلها؟ والأهم من كده إنك تحمد ربنا وتشكر فضله. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد بيأذي الناس بكلامه ويقول لك ما تزعلش مني أنا صريح؟ طيب تعرف إن الصمت أحيانا بيبقى أغلى من الذهب؟ اسمع الحكاية دي. شاب كان قاعد على القهوة، حد غلبان طلب منه مساعدة. الشاب رد بكلام قاسي وقال له: أنا بقول لك الحقيقة، هو ده حالك. في اللحظة دي القهوجي العجوز سمعه، جاب له كوباية شاي. الشاب أول ما شرب الشاي وشه اتغير وقام زعق. قال له: إيه يا عم ده، أنت حاطط لي ملح في الشاي بدل السكر؟ العجوز بص له بكل برود وقال له: يا ابني ما السكر لونه ابيض.
والملح لونه أبيض، إيه الفرق بينهم؟ الشاب اتجنن وقال له إزاي ده؟ الشاي بيتحط له سكر عشان يتشرب. العجوز قال له أهو ده اللي أنت عملته بالظبط مع الراجل الغلبان، استخدمت الملح بدل السكر. الشاي زي كلامك، تحط ملح وتأذي الناس وتقول دي الحقيقة، الحقيقة مرة والملح بيمررها أكتر. اتعلم توزن إيدك قبل ما تحلي لسانك. لو ما عندكش سكر في كلامك خليك في الصمت أحسن. الكلمة الحلوة مش نفاق، دي جبر خواطر، والكلمة القاسية مش صراحة، دي قلة ذوق. سلام يا صاحبي. أهي الحكاية دي بقى بتتكلم عن صفة وحشة قوي. كلنا بنقابل في حياتنا الشخص ده، وللأسف ساعات بنكون إحنا هو ومش واخدين بالنا. نرمي الناس بالكلام ونقول ما تزعلش مني أصلا أنا صريح، أو اللي في قلبي على لساني، أنا ما بعرفش أجامل. الكلمة الحلوة عمرها ما كانت مجاملة. الكلمة الحلوة بتجبر الخواطر. قبل ما نقول للناس أي كلام نحط نفسنا مكانهم ونشوف لو قلنا الكلمة دي لنفسنا أو سمعناها من حد هنتضايق ولا لأ. الكلمة الحلوة عمرها ما كانت صعبة، المشكلة دايما فينا إحنا. وكلنا شفنا الموضوع ده، طلع ترند قبل كده، جبر الخواطر وطحن الخواطر، وعرفنا الفرق بينهم. الموضوع أبسط من البساطة. الكلمة الحلوة مش صعبة أوي كده، الكلمة الحلوة سهلة جدا. اجبر بخاطر الناس عشان الناس تجبر بخاطرك. واوعى في يوم تستهون بالكلمة اللي انت بتقولها. بتكون خفيفة على لساننا لكن تقيلة على مشاعر الناس. ولو غلطت في يوم من الأيام ما تزعلش، انت قادر تصلح غلطك دلوقتي. واسيبك مع الحكاية اللي جاية. عمرك شفت حد بيساوي بين الناس وهو في الآخر فاكر نفسه عادل؟ طيب تعرف إنك لو مشيت بالمسطرة ممكن تظلم أقرب الناس ليك؟ اسمع الحكاية دي. في محل كبير كان في شاب محاسب لسه مستلم الشغل ومعاه 2 عمال. واحد شيال طول اليوم بيرص في المخزن بيحمل العربيات، الشاب التاني واقف بيبيع للزباين. في آخر اليوم كان في صندوق إكراميات متجمع من الزباين. الشاب المحاسب قعد مع العجوز صاحب المحل وقسم الفلوس اللي في الصندوق بالنص بالملي بين العمال. العجوز بص له وابتسم وسكت خالص. تاني يوم العجوز دخل المحل ومعاه 3 تيشيرتات شيك جدا بس كلهم مقاس واحد. نادى على العامل وقال له ده ليك، ونادى على البياع وقال له ده ليك، وادى التالت للشاب المحاسب وقال له وده عشانك يا ابني. الشاب المحاسب قاس التيشيرت لقى ضيق جدا عليه ومش عارف يقفله، فبص للعجوز وقال له بس ده مش مقاسي، والتيشيرت بتاع العامل هيتقطع عليه، والتيشيرت التاني واسع جدا على البياع، كده محدش فينا هيعرف يلبسه. العجوز بص له وقال له اهو ده اللي انت عملته في الإكرامية امبارح يا ابني. المساواة انك تديهم نفس المقاس، بس العدل انك تدي كل واحد اللي يناسبه. العامل اللي طول اليوم بيبذل مجهود وصحته في الشيل غير البياع اللي واقف ومرتاح. لما تساويهم في المكافآت كأنك لبستهم هدوم مش مقاسهم. المساواة في الظلم ظلم. العدل مش إنك توزع بالتساوي، العدل إنك تقدر تعب كل واحد وتديله حقه اللي يستاهله. اوزن الأمور بميزان المجهود مش بالمسطرة. اعدل ترضي الكل وترضي ربنا. سلام يا صاحبي. الحكاية دي كلنا عارفينها، بس للأسف ساعات ما بنعملهاش. طول عمري بسمع المساواة في الظلم عدل، عمري ما فكرت في الكلمة. كنت بستغربها، بس عمري ما وقفت عندها وقلت ازاي المساواة في الظلم ظلم. لدرجة من كتر ما أنا سمعتها كنت فاكرها حاجة في الدين، وللأسف طلعت غلط. وعرفت إن المساواة في الظلم أكبر ظلم. القصة كانت جميلة أوي. الشاب كان فاكر إن هو بيعدل بينهم، بس الحقيقة كان بيظلمهم كلهم. العجوز كان ذكي جدا وعجبني رد فعله، وحب يعلمهم بطريقة حلوة أوي. جاب لهم تيشيرتات مقاس واحد وكلهم مش بيلبسوا نفس المقاس. هنا الشاب كان أدرك الفرق بين العدل والمساواة. المساواة كلمة حلوة أوي وليها معنى جميل، لكن للأسف مش بتنفع في كل المواقف. إنما العدل كلمة أعم وأشمل وليها معنى عميق. كفاية إن العدل صفة إلهية، إن ربنا دايما عادل. والأهم إن إحنا نعرف الفرق بينهم ونركز
في كل موقف بنعمله. وإذا اتحطيت في موقف إنك تبقى حكم، يا ريت تكون عادل. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. عارف إيه الفرق بين اللي بيوصل واللي بيفضل يخبط في الباب؟ طيب تعرف إن هي لحظة تفكير واحدة ممكن تغير المصير؟ اسمع الحكاية دي. في مخزن خشب قديم ومطرب كان في صندوق أنتيك مقفول بقفل حديد مصدي. الشاب عمال يشد في القفل بكل قوته، الحديد مش راضي يفتح. العجوز بص له وقال له ارتاح يا ابني، سيبني أجرب. الشاب ضحك وابتسم له، قال له أنا دراعي وقف من الشد، أنت هتقدر عليه. العجوز سكت، وجه وقت الراحة وهم بيشربوا الشاي. الشاب جه يفتح برطمان السكر بس كانت ايده مبلولة، فالبرطمان فضل يتزحلق منه، وكل ما يحاول يقرص عليه اكتر يلف منه. العجوز بابتسامة هادية جاب حتة قماش ومسك بيها البرطمان ولف الغطا. في ثانية الغطا اتفتح. العجوز بص له وقال له ها، مين دلوقتي أقوى؟ الشاب ضحك وقال له على فكرة أنا عارف الحركة دي ومجربها بس ما جاتش في بالي دلوقتي. العجوز ما ردش عليه وأخده عند الصندوق وطلع إزازة زيت صغيرة، حط نقطة زيت واحدة في قلب القفل وبالراحة فتح القفل. الشاب ضحك بذهول وقال له على فكرة أنا لو قلت لك إني عارف برضه الحركة دي مش هتصدقني. العجوز حط إيده على كتف الشاب وقال له يا ابني أنا عارف إنك عارف كل ده، بس هي الفكرة إنك ما حاولتش تفكر في اللي تعرفه وقتها. الاستعجال بيقفل العقل ويخليك تهد دراعك في الفاضي. القفل زي كل مشكلة بتقابلك، لو فكرت لحظة قبل ما تتحرك كنت هتفتح القفل بسهولة. لحظة واحدة توفر عليك ساعات تعب. ما تسرقش الوقت من حق عقلك، لأن الدماغ هي اللي بتسوق الدراع. الحل دايما في لحظة هدوء. فكر تفتح الأبواب المقفولة. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بتتكلم عن شخص أنت عارفه، أو ممكن تكون أنت. أحيانا بنكون عارفين الإجابة، بس تسرعنا بيخلينا ما نفكرش. وأحيانا كتير بيكون الحل في إيدينا، بس للأسف مش بنشوفه أصلا. هنا الشاب استخدم قوته ودراعه وما فكرش في لحظة إنه يشغل دماغه. العجوز حب يعلمه درس جميل ولطيف. نقطة زيت واحدة كانت كفيلة تفتح القفل، إنما الشاب تعب جدا اليوم ده. المشكلة الأكبر إن الشاب كان عارف، لكن ما فكرش لحظة إنه يشغل دماغه. كلنا مندفعين، بس الصح إن إحنا نتعلم نفكر للحظة واحدة هتغير الواقع. ممكن تبعت الفيديو ده لصاحبك المندفع دايما، اللي حتى ما بيفكرش لحظة إنه يفكر. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. الفضول بيقتل صاحبه. أنا هطلب الشرطة فورا. تعرف إن الفضول مش دايما بيوصلك للحقيقة؟ طيب تعرف إنه ساعات ممكن يوصلك لورطة حقيقية؟ اسمع الحكاية دي. كان في شاب شغال في محل ساعات قديم. فضوله كان دايما ممشيه، وكل شوية يفتح درج العجوز صاحب المحل عشان يعرف شايل ايه. لمجرد الفضول. العجوز كان ملاحظ وعارف كل حاجة بس كان ساكت. في يوم العجوز دخل المحل ومعاه شنطة شكلها قيم. حطها على المكتب وقال للشاب أنا ورايا مشوار ساعة وجاي. الشنطة دي فيها أمانة غالية ممنوع تلمسها أو تفتحها يا ابني. العجوز مشي وراقب من بعيد. الشاب ما قدرش يمسك نفسه، قام فتح الشنطة بلهفة. في اللحظة دي العجوز دخل فجأة والشاب لسه ماسك الشنطة. العجوز زعق معاه وقال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ الشنطة كان فيها ذهب أمانة، الناس راح فين؟ أنا هطلب الشرطة فورا. الشاب وشه اصفر وبدأ يعيط وقال له والله أنا غلطان إني فتحتها، بس أنا مش حرامي، الشنطة كانت فاضية. العجوز بص له وقال له أنا عارف إنها فاضية وعارف إنك مش حرامي، بس افرض الموقف ده حصل مع حد غيري، كان زمانك دلوقتي في السجن بتهمة سرقة ما كانتش ليها وجود. الفضول بيقتل صاحبه، والنهاردة الشنطة كانت فاضية. اللي ما بيحترمش خصوصية الناس بيسلم رقبته لظنونهم. اهدى وتعلم إن اللي مش بتاعك ما يلزمكش تعرفه. احترم الخصوصية عشان تحمي نفسك وسمعتك. امنع فضولك تحمي نفسك. سلام يا صاحبي. الحكاية دي مختلفة جدا لأنها بتتكلم عن صفة غريبة شوية. أحيانا بتكون حلوة، وأحيانا بتكون مضرة، وأحيانا ممكن تقتل صاحبها. زي ما العجوز كان بيقول للشاب الفضول بيقتل صاحبه. الفضول إنك تتعلم حاجة ده شيء مفيد. الفضول في العلم جميل جدا، لكن الفضول اللي بيموت صاحبه إن الشخص يتدخل في اللي ملوش فيه، يفضل مركز مع الناس ويبقى عنده فضول تجاههم. أي باب مقفول يبقى عنده فضول.
الفضول أحيانا بيبقى حلو زي ما كنا بنقول، ولكن نحاول بس نستخدمه في الصح. الدرس المرة دي العجوز علمهوله كان قاسي جدا، لو حد تاني مكانه كان زمانه محبوس. وأعتقد إن الشاب اتعلم الدرس، عمره ما هيفتح شنطة مش بتاعته، وعمره ما هيخون أمانة، لأن الفضول بيوصلنا لخيانة الأمانة. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. أول ما لقوا وشه اتغير وطلب العجوز صاحب المحل، عارف إن الفرق بين الثقة والغرور هي شعرة واحدة بس. اسمع الحكاية دي. في مطعم قديم ومشهور كان في شيف شاب إيده تتلف في حرير. الشاب ده من كتر ما الناس شكرت فيه، الغرور ركب دماغه وبقى مركز إنه برنس المطعم، وبدأ يرمي المقادير بالبركة، وحتى ما بيكلفش نفسه إن هو يدوق اللي هو عمله. في يوم كان في عزومة كبيرة لزبون مهم. الشاب كان شغال بكل غرور وعمال يرمي التوابل، وكان بيقول لصاحب المطعم العجوز: أنا بقيت أعمل الصنف ده وأنا مغمض، اسمي لوحده يخلي الناس تاكل صوابعها وراه. العجوز بص له بتركيز وقال له: يا ابني الأكل ده أمانة، راجع على الملح ودوق الأكل. الشاب رد بكل غرور، قال له: ملح إيه؟ أنا إيديا ميزان. لما الأكل طلع للزبون، أول ما داقه وشه اتغير وطلب العجوز صاحب المحل. الشاب راح بكل ثقة وهو فاكر إنه هيسمع قصيدة مدح، بس اتفاجئ بالزبون بيقول له: الأكل شكله تحفة بس طعمه ماسخ، ملوش أي روح، كأنك ناسي تحط ملح. الشاب اتصدم وقال له: مستحيل. العجوز طلع ملاحة صغيرة من جيبه وبصله وقال له: ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس يا ابني. وقال له: ده بالظبط اللي انت بتعمله في حياتك. انت اتغريت بشطارتك القديمة ونسيت ان التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل الفرق. الملح رخيص بس من غيره اغلى طبخة ما تسواش. انت كبرت على شغلك فشغلك صغر قدام الناس. خليك كبير بعقلك بس صغير قدام مهنتك، وتعلم ان الفرق بين الغرور والثقة هي شعرة واحدة بس. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بتتكلم عن صفة ممكن تخسرنا كل حاجة. في فرق كبير: الغرور والثقة بالنفس. إنك تحس بنفسك وبإمكانياتك ده شيء حلو جدا، لكن للأسف لما بيتحول لغرور بيبقى الوضع صعب جدا، بيخليك تنسى أدق التفاصيل. في البداية بنكون مركزين في كل حاجة، كل تفصيلة. بعد كده بيبقى عندنا خبرة وثقة في النفس وبنحس بإمكانياتنا، بس للأسف أحيانا بيتحول الثقة دي لغرور، والغرور بيتحول لفشل. زي بالظبط اللي حصل مع الشاب. شوية ملح كانوا كفيلين يبوظوا الطبخة ويخسروا سمعته. العجوز هنا اداله نصيحة من دهب: إنه يبقى كبير قدام نفسه وصغير قدام شغله عشان يفضل يدي للشغل كل الاهتمام ويوصل للنجاح اللي هو عايز يحققه. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. حس فورا إنه مغشوش، وأنا النهاردة جايب لك هدية غالية قوي، خاتم ألماظ. عارف إيه الفرق بين التاجر والبياع؟ إن التاجر بيبني اسم، بس البياع بيبص تحت رجله، همه يكسب النهاردة. اسمع الحكاية دي. في محل عسل قديم كان في شاب شغال بياع، شايف نفسه أذكى من الزبائن. دخل عليه راجل عجوز بيشتري منه كل أسبوع. في يوم الشاب طلع برطمان عسل شكله بيلمع جدا، وقال له: عندي ليك نوع جديد وسعره لقطة، أحسن من اللي انت بتاخده بكتير. العجوز دق حتة صغيرة، حس فورا إنه مغشوش، ما ابتسمش ولا اتكلم، دفع تمنه ومشي بهدوء. تاني يوم العجوز جاله المحل ومعاه علبة قطيفة شيك جدا، وقال له: يا ابني انت أكرمتني امبارح واديتني عسل غالي، وانا النهاردة جايب لك هدية غالية قوي، خاتم ألماظ. الشاب عينه زغللت وفتح العلبة، لقى فص بيلمع جدا وشكله غالي. العجوز ابتسم ابتسامة هادية وقال له: روح يا ابني للمحل اللي هناك ده، بيعه هناك هيجيب لك قرشين حلوين ينفعوك. وانت هناك قول لصاحب المحل: اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس يا ابني، وانا مستنيك هنا. الشاب جري على المحل ورجع بعد شوية، وشه كان مخطوف. حط الخاتم على الترابيزة وقال له: ده قال لي إنه خاتم إزاز وملوش أي قيمة، أنت بتضحك عليا. العجوز ابتسم بهدوء وقال له: ده بالظبط اللي أنت عملته معايا امبارح، بعت لي سكر
على إنه عسل. أنت افتكرت نفسك أذكى مني. الزبون مش مغفل يا ابني. وبطل تفكر إن الشطارة في الغش، عشان الغشاش آخره فص إزاز بيتكسر من أول خبطة. سلام يا صاحبي. الحكاية دي بقت منتشرة جدا، موجودة حوالينا في كل حاجة. كام مرة اشتريت منتج كان شكله من بره بيلمع وجميل، لكنه في الحقيقة ملوش أي قيمة. الناس بقت تستسهل النجاح وتعمل منتجات رديئة وتبقى عايزة تبيعها، لكن للأسف الغش أكبر من كده بكتير. الناس بقت بتتفنن في إنها تقلد منتج أو تعمل منتج شكله حلو عشان تبيع أكتر وتكسب أكتر. الغش حوالينا اتحول لفن، وكمان بقى فيه منافسة كبيرة قوي. الناس بتتفنن وتستخدم ذكائها عشان يطلعوا منتج مغشوش شكله حلو ملوش قيمة. العجوز هنا علمه درس حلو قوي لما جاب له علبة شكلها شيك جواها خاتم بيلمع، وقال له إن ده ألماظ، وفي الحقيقة كان إزاز. ده بالظبط اللي الناس بتعمله، بتخدع عينينا وتدينا حاجة مجرد إزاز. قول لنا كم مرة اتخدعت واشتريت منتج على إنه حلو وفي الآخر لقيته ملوش قيمة. أسيبك مع الحكاية اللي جاية. في بداية الليل بدأ يكلم نفسه ويزهق، هو أنا إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ اسمع الحكاية دي. كان في شاب فاتح محل جديد، كل يوم يفتح المحل ويفضل قاعد قدام المحل مستني أي زبون يجيله. جاره العجوز كل يوم كان بيعدي يبص عليه يلاقيه قاعد حاسس بملل والمحل فاضي ما بيدخلوش حد. عدت أيام والعجوز لقى المحل مقفول، خبط على بيت الشاب ونزل قعد معاه شوية. الشاب كان باين عليه الزعل. العجوز بيسأله: يا ابني بطلت تفتح المحل ليه؟ الشاب رد عليه وقال له: هو في زباين؟ ده الحال واقف ومحدش بيشتري أصلا، أفتح لمين؟ للهوا؟ أهلك نفسي على الفاضي ليه؟ قول لي أنت أعمل إيه؟ العجوز ابتسم وبص له وقال له: اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس يا ابني. الشاب ابتسم. العجوز بص له وقال له: أنا عندي ليك أمانة، النهاردة تروح تفتح محلك وما تنامش، افضل فاتح لحد الصبح وأنا هجيلك على الفجر. وفعلا الشاب عمل كده. في بداية الليل بدأ يكلم نفسه ويزهق ويقول: ايه اللي انا بعمله ده؟ اذا الناس ما بتشتريش الصبح هتشتري بالليل؟ هو انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ وفجأة المحل اتملى زباين، ما بقاش ملاحق على الشغل، والمحل اللي كان ميت الصبح دبت فيه الروح بالليل. الشاب ما بقاش ملاحق على الطلبات والتعب اتبدل بنشاط غريب. العجوز عدى عليه. الشاب اول ما شافه قال له: انا مش مصدق، انا اشتغلت طول الليل اكتر ما اشتغلت شهر الصبح، بس ده حصل ازاي؟ ممكن تقول لي ايه السر؟ العجوز بص له وقال له: مفيش سر ولا حاجة، الناس أنواع، اللي هيلاقي غيرك قافل بالليل هيجيلك، واللي يشوفك سهران على رزقك هيساعدك. بس الفكرة مش هنا، الفكرة كانت فيك أنت. لما كنت قافل باب رزقك، ولما فتحته وبذلت مجهود ربنا بعتلك أبواب رزق. اسعى وخد بالأسباب والباقي على ربنا. المصابرة مش إنك تستنى الفرج، المصابرة إنك تفضل فاتح باب للأمل حتى لو الدنيا ضلمة حواليك. سلام يا صاحبي. الحكاية هنا كانت مختلفة لأنها بتتكلم عن نقطة مهمة قوي. والمشكلة مع الشاب ما كانتش إن هو يفتح محل جديد، كانت المشكلة في المثابرة. المثابرة صفة جميلة قوي، يمكن تكون صعبة، لكن لما بنعملها ربنا بيرضينا. الشاب هنا زهق واستعجل الرزق. الرزق محتاج صبر، هو مصبرش وزهق بسرعة وقفل المحل. كام فكرة جت في بالنا، ولما جينا ننفذ مع أول مطب زهقنا وقفلناها. كلنا بنفتح مشاريع مش بنصبر عليها عشان نجني الثمار. العجوز لما قال له: افتح المحل طول الليل، ما كانش في باله إنه يشتغل عدد ساعات أكتر ولا إن الزباين هتجيله بالليل. الموضوع وما فيه إنه بس يسعى وياخد بالأسباب، مش مطلوب منا غير كده، والباقي عند رب العباد. أسيبك مع الحكاية اللي جاية.
شايل الهم ليه؟ خايف ان الرزق يفوتك؟ زعلان عشان سعيت وتعبت وفي الاخر الطريق اتقفل؟ طب اسمع الحكايه دي. واحد كان وراه مقابله شغل، هي الامل اللي مستنيه. الميكروباص عطل بيه في الطريق، نزل يجري وبيقول يا رب انا راضي. وصل للمكان لقاه مقفول، والناس اللي كانت مقدمه ماشيه وبيقولوا ان الميعاد اتلغى او المدير ما جاش. هو الوحيد اللي قعد واستنى بيقين ان مشواره مش هيضيع. وبعد شويه المدير وصل، اعتذر وقال انا اسف اتعطلت في الطريق. اعتقد المدير ان محدش قدم على الوظيفه غيره، فالوظيفه بقت من نصيبه. الحكمه ان العطله دي كانت اختبار لرضاك. ربنا بيبعد عنك اللي استسلمه بسرعه عشان يخليك انت في وش الرزق، لانه رزقك انت. ارضى بحكمه ربنا في تاخيرك وفي حياتك، لانها فيها تقديمك في المكان الصح. ارضى باللي كتبه لك، هيرضيك فوق ما تتخيل. سلام يا صاحبي. الحكاية دي فيها معاني كتير. الصبر على الابتلاء. لما الشاب الميكروباص عطل بيه، نزل وسعى وقال يا رب أنا راضي. صبر على الابتلاء ورضي بحكمة ربنا. لما راح يقدم على الشغل، ربنا حب يرضيه. كان قدامه اختبار صعب، الناس كلها كانت ماشية وبتقول إن المقابلة انتهت، بس الشاب حس إن تعبه عمره ما هيروح هدر. ولما صبر، ربنا كافئه. المدير ما شافش غيره، ودي مش شطارة منه، ده فضل من ربنا وكرم كبير. اتعلم تصبر وترضى، وربنا هيرضيك. وبس كده، جمعنا لكم الحكايات وعلقنا عليها. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقول لنا رأيك واقتراحاتك في التعليقات تحت. سلام يا صاحبي.